السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة المهندس للصيانة. إن شاء الله هنتعرف مع بعض إزاي نفك موتور سوينج بتاع تكييف يونينير. توكلنا على الله. فكينا الفلاتر بتاعتنا وبعد كده نبدأ نفك السوينج بالراحة كده، نبدأ إن احنا نفكها باحترافية علشان خاطر ما تنكسرش. بعد تحت السوينج ده فيه 3 مسامير. السوينج ده يا باشمهندس احنا بنقوصه كده من النص حته صغيره، بعد كده نفكه من الشمال ونبدا ان احنا نخلخله من الناحيه اليمين عشان يتفك معانا بكل سهوله علشان خاطر الريشه دي بتكون فيها بنز يمين وبنز شمال. لو احنا اتكينا على الريشه دي هتنكسر. فكينا 3 مسامير وبعد كده فكينا وش الكهرباء. نبدا ان احنا نفك الوش بتاعنا، وش التكييف الاصلي بيكون هنا نظام كليبس. الصوت اللي سامعينه ده نظام بلاستيك في بلاستيك، وحتى الصوت اللي ورا ده نظام ضوافر كده راكبه في التكييف من ورا. ده موتور السوينج. نحاول ان احنا نفكه، واهم حاجه قبل ما نفك اي حاجه نحطها في مكان، يعني المسامير نحطها في مكان عشان مفيش حاجه تضيع مننا، والمسمار اللي نفكه نركبه في نفس المكان تاني عشان لا مسمار يكون كبير يبوظ حاجه ولا مسمار يكون صغير ما يربطش الحاجه في مكانها المظبوط. ادي المسمار صغير اهوت، المسمار التاني تمام. بعد كده نبدا نرفع الكارته سنه صغيره عشان خاطر نفك الجاك بتاع السوينج بكل سهوله. لو احنا ان شاء الله مشينا على الخطوات دي واحده واحده مش هنحتاج لاي فنيين، مش هنحتاج لاي حاجه، وهنعملها بنفسنا ان شاء الله. ده السوينج بتاعنا. اهم حاجه واحنا بنشتري السوينج نتاكد من عد الرجول بتاعه السوينج، ونتاكد من نجيب اخوه بمعنى اصح. حتى البيانات دي نجيب اخوه ليه؟ علشان خاطر عدد السوكت لو مختلف ما يركبش على الرجل بتاعته. حتى المنيمين بتاعه المسامير لو مختلفه برضو ما ينفعش يركب تاني، يكون في اختلاف، وده هيأثر على الريشه لما تركب، مش هتديك التوزيع المطلوب. جبنا واحد جديد ركبناه في المنيم بتاعه او في مكان السوكت بتاعه. نبدأ ان احنا نجمع بالمسمارين، وللأهمية ان احنا نركبه زي ما كان موجود، يعني ما ينفعش ان احنا نركبه بالعكس كده، لا لازم نركبه بالشكل المطلوب او الشكل اللي كان عليه، اللي هو بيكون السوكت اللي جوه والموتور اللي بره. جمعنا اللي فوق ونبدأ ان احنا نقرط تحت ونقرط، الامور تمام مفيش ادنى مشكله. نبدا ان احنا لو في افيز يعني او شكرتون نبدا ان احنا نجمع الاسلاك دي كلها او نحطها من في تحت كده، ونبيت الكارته بتاعتنا في مكانها الطبيعي. بعد كده هندسه نجمع الوش بتاعنا. الضوافر ديت بتركب في مكانها اللي ورا تمام، زي ما حضراتكم سامعين اللي هو صوت الكليبس لما بيخش على بعضه، اللي هو صوت ده ان الكليبس بيبات في مكانه. ده مش صوت كسر زي ما احنا قلنا، ده صوت كليبس او صوت منيم ضوافر من ورا كده بتركب في مكانها. نجمع بقى الغطا ب3 مسامير بتوعهم، واحد يمين واحد شمال واحد في النص تمام. ناخد بالنا ان مفيش مسمار يتبدل مكان مسمار، عشان لو مسمار صغير ركب مكان على الوش ده يعني ما يخليش الوش ثابت كويس. بعد كده هندسه نبدا ان احنا نجمع وش الكهرباء او وش اللي بتكون على الروزيتا من فوق تمام. نبدا ان احنا نركب السوينج بتاعنا اللي بيكون فيها فتحه، دي اللي بتركب من ناحيه اليمين ناحيه الموتور نفسه تمام. نبدا زي ما حضراتكم شايفين كده واحده واحده لحد ما يخش في الصباع بتاع السوينج، وبعد كده من الناحيه الشمال، والموضوع سهل جدا ان شاء الله ما فيهوش اي حاجه. بعد كده نركب الفلاتر بتاعتنا في الطرين بتوعنا، ولو هم وسخين ولا حاجه ننضفهم مفيش مشكله.
ويا جماعه لو في اي استفسار او اي حاجه يا ريت ما تتاخروش في اي حاجه، كلمونا ان شاء الله واحنا هنرد عليكم باسرع وقت. نجرب برضو السوينج بتاعنا نشوفه هل السوينج بيفتح ويقفل للاخر. تمام، السوينج اهوت والريشه بدات تفتح معانا.